ولأن جلال كان مقبل على جواز، اتصل بوجدي وبلغه يجي يساعده عشان ياخد باقي نصيبه من والدي، لأن كلامي مع والدي خلاص ما بقاش له لازمة. وجدي ده أخويا الشقيق، أكبر مني ب4 سنين. والدتي كانت الزوجة التانية لبابا، كانت يتيمة وعايشة عند عمتها شديدة الميراث. كان جوازها منه فرصة للتخلص من الجحيم اللي عايشاه، وما كانتش تعرف إن اللي مستنيها مع بابا هو الجحيم بذاته. والدي فضل زي ما هو مع الأسف. ماما خلفت وجدي، وبعدها ب4 سنين خلفتني. اللي حصل بعديها والدتي اتأزمت حالتها النفسية وماتت وأنا عندي 3 سنين. بس أنا لسه فاكرها، كانت زي الملاك بتمر لسه في أحلامي. وطبعا بعد وفاة ماما مصيرنا ما اختلفش عن أخونا جلال إلى كوخ العم عبده. عانينا من الإهمال، وبعد شهور سمعت عمة ماما بالحكاية فجت وأخدتنا نعيش معاها. والدي فرح إنه هيخلص مننا، ده وصل لها لباب العربية وقال: ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. بعد سنة ماتت عمة والدتي، وسابت لينا فلوس تكفي تعيشنا أنا وأخويا لحد ما نشد حيلنا. وعشان أبويا ما كانش قادر يطول منها مليم واحد، ما اهتمش لأمرنا، ورحنا نعيش أنا وأخويا وجدي عند قريب لوالدتي. الإنسان ده أقدر أوصفه بأنه أكتر الناس نبلا وإنسانية. تصوروا، بعد ما كبرنا عرفنا إنه كان بيصرف علينا من ماله الخاص، أما فلوسنا فكان عاملها وديعة في البنك، وكانت اتضاعفت في الفترة دي. ووصل وجدي وكان سمير الأخ المنبوذ اللي بابا ما اعترفش بيه في انتظاره. اسمح لي اقول لك كلمة. انت ما تشبهش اخوك جلال خالص. اخويا من ابويا. انت مختلف عنهم كلهم، انا لاحظت ده من ساعة ما شفتك. مختلف؟ ايوه، ذكي وجريء وعندك آراء جميلة. جايز، بس ما شفتش قبل كده واحد خدام متحضر زيك. اولا انا مش خدام، ثانيا انا اخوك برضه. اخويا؟ بتقول ايه؟ اخوك في الانسانية. مش انت بتقول كده في مقالاتك؟ انا عرفتك من مقالاتك اللي كتبتها، وعجبتك على كده؟ وحافظها كمان. ليس هناك شيء في العالم يجعل الرجل يحب جيرانه. إذا لم يكن الرب موجود فلن يكون هناك شيء غير أخلاقي. كل شيء قانوني، حتى الجريمة، وأن تصبح الجريمة فقط قانونية فلا مفر منها. والله ذكاء منك انك حافظ. لا يا أستاذي، ده وعي وإدراك مني. وفي الوقت ده بابا كان قاعد مع شاهندة يحكي لها عننا. تصوري يا شاهي
الواد جلال وقع على بنت غنية، تخيلي، أخدوا 80,000 جنيه هدية جواز. الواد جلال ده أنصح عقباوي شفته في العيلة. وجميلة على كده؟ وده يهم في ايه؟ دي بتحبه بجنون. شيء لطيف. كمان عايزة تغيره للأحسن. في أحلى من إنها تدفع ديونه؟ في كده في الدنيا؟ أنا عايزة أشوفها. تشوفيها ليه؟ إيه السبب؟ من معرفتي بيكي لازم في سبب. متهيألي كل اللي يهمك الفلوس، مش كده يا شاهي؟ مش هو ده السبب الوحيد. هتيجي نتعشى مع بعض النهارده؟ احتمال. جايبلك هدية. أشوف بس زوجة جلال المستقبلية. مش بتضيعي وقت أبدا الليلة، ها؟ أفكر. أتمنى. أنا؟ لا. أخويا الكبير وجدي في الطفولة كان منطوي على نفسه وحزين، يمكن لأنه كان أكبر مني وفهم إنه مش عايش مع أبوه وإنه عايش عالة على إحسان شخص آخر، وكان بيخجل من سيرة بابا. بس كان ذكي وعبقري جدا، كان بيدرس ويكتب في الصحف، اشتهر والناس أجبروا على كتاباته. كانت أغلب كتاباته عن الإيمان والإلحاد. وفي يوم من الأيام قرر وجدي إنه يزور المدينة اللي ساكن فيها بابا، بعد ما كلمه جلال إنه يتوسط له في استرداد ورثه من أمه اللي أخده بابا، خصوصا إن جلال كان شخصية مشابهة لوالدي في السكر والتبذير. الشيء الغريب إن والدي اتعلق بوجدي قوي وحبه، وابتدى يصلح من نفسه عشانه. مش عارف، يمكن لأنه شيء كويس إن يظهر لك ابن مشهور من غير ما تكون تعبت فيه. بعد ما وصل سمير أخويا وجدي لبيت جلال، لقاه متعصب ولابس وعاوز يخرج. اهلا يا جلال، انا جيت زي ما وعدتك، ومبروك على الخطوبة يا سيدي. اهلا يا وجدي، انا عندي مشوار مهم لازم اروحه، بس هاخدك نعدي على نادية اعرفك عليها وهبقى استأذن بعد كده. عارف، دي معجبة بيك جدا، بتقرا كل كتبك، دي ملاك من السما يا وجدي. انا عارف اني ما استحقهاش، بس اعمل ايه؟ بتحبني. وانت يا جلال تحبها؟ اكيد اكيد، انا طلبتها الاول ورفضت، وحصلت ظروف غيرت كل شيء. دي هتفرح قوي لما تشوفك. تيجي؟ والله زي ما تحب.